السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنعمل قرنبيط، بس بعيد بقى عن القليه. هنعمل بيتزايه كده بالقرنبيط. تعالوا بقى نسمي الله ونشوف عملنا الجمال ده ازاي. اول حاجه معايا هنا القرنبيطه، هشيل بس كده التاج الاخضر ده. فصصت القرنبيطه، انا عايزه الورده بس بتاعت القرنبيطه، مش عايزه العمود، يعني العمود ده كده انا هشيله. عايزه الورده بس بتاعت القرنبيطه. هاخد وردات القرنبيط تحت الحنفيه واشطفها كويس قوي. بعد كده هجيب حله على النار فيها ميه، وهضيف ليها شويه ملح، شويه كمون، ولما الميه تغلي هضيف القرنبيط وهسيبه كده لحد ما يستوي. القرنبيط خلاص استوى كويس قوي. هخرجه بقى في مصفى وانزل عليه ميه من الحنفيه واشطفه كويس قوي واصفيه، اخليه كده في المصفى فتره، عشان انا عايزه القرنبيط ما يكونش فيه ميه خالص. عبال القرنبيط ما يتصفى كويس، هعمل بقى حشوة البيتزا. معايا معلقتين زيت، اول ما يسخنوا كده هضيف شرايح فراخ واشوح قطع الفراخ لحد ما تاخد معايا صدمة ولونها كده يتغير اهو. لونها ابتدى يتغير اهو. والفراخ بتتشوح هدي كده رشة فلفل اسمر. قطع الفراخ كده خدت صدمة، هضيف شرايح بصل. بعد البصل ما دبل شويه هضيف فلفل الوان وشويه عروق بصل اخضر، بتدي للحشوه طعم حلو قوي وللقرنبيط كمان. هضيف التوابل، رشه كمون، رشه كزبره، رشه بابريكا، واظبط الملح. وفي الحشوه هقلل الملح علشان انا لسه هضيف جبنه رومي وهضيف كمان زيتون، فعلشان البيتزا معانا ما تطلعش حادقه. هقلب بالكلام الجميل ده كله مع بعضه وهدي النار وهغطي الطاسه لحد الحشوه معانا ما تستوي كده منها فيها. هجهز القرنبيط عبال الحشوه ما تجهز. ههرس القرنبيط كويس قوي، طبعا انا مسوياه قوي علشان انا عايزه الهرس كده يبقى ناعم. خلاص كده هرست القرنبيط. هجيب هنا 3 بيضات، رشيت عليهم سنه بسيطه قوي فلفل اسمر، وهربهم كويس قوي وانزل بيهم على القرنبيط. وعلشان البيتزا انا مش حاطه فيها دقيق خالص، فلازم يعني حتت القرنبيط تمسك مع بعضها. فبدل الدقيق هحط شويه جبنه رومي، جبنه موتزاريلا، علشان الجبنه لما تسيح هي اللي هتمسك حتت القرنبيط مع بعضها. واقلب بقى المكونات كده مع بعضها بالشكل ده. وبعدين هجيب صينيه تكون مدهونه سمنه كويس قوي، وهضيف بقى خليط القرنبيط في الصينيه بالشكل ده. وهساوي بقى القرنبيط كده في الصينيه. والحشوه خلاص كده استوت وكله زي الفل، ولازم تبقى بصوا مفلفله، مش نازل منها اي سوائل. حلوه قوي كده. وبعدين ارص الحشوه على سطح الصينيه، وبعدين هنضيف شويه موتزاريلا كده على الوش، وكم قطعه زيتون كده على الوش، بتدي طعم حلو برده للقرنبيط. فرن يكون سخن وعلى درجة حرارة 200. هدخل الصينية الرف الوسطاني، ممكن تستوي فوق وتحت مرة واحدة، وممكن تحتاج انها لما تستوي من تحت تطفي الفرن وتشغل الشواية بس لوش الصينية ياخد لون. وده الشكل النهائي معانا للبيتزا الجميلة. ناخد جزء بقى كده ونشوف ايه الاخبار. عايزة اقول لكم بجد ريحتها وهم. بصوا جميلة جدا، زي ما قلت لكم ريحتها جميله جدا جدا، وكمان طعمها حلو قوي. بصوا حتى الاطفال لو ما بتحبش القرنبيط بالطريقه دي ان شاء الله يحبوها قوي. بصوا جميله جدا. يا رب النهارده الفيديو يكون عجبكم، وانتظرونا ان شاء الله بفيديو جديد، وما تنسوش الاشتراك في القناه.